في بداية فيلمنا النهاردة بنشوف واحد مسجون قاعد في زنزانته بياكل عادي جدا، وفجأة بتجيله فكرة جريئة جدا. أول ما الحراس بيمشوا بيحرك السرير وبيبدأ يحفر في الحيطة وبيدخل من الفتحة اللي عملها. في اللحظة دي المأمور بيكون بيفتش الزنزانة اللي جنبهم، وبيلاحظ إن الراجل اللي فيها نايم على السرير ومش بيتحرك خالص، فبيقول شكله نومه تقيل قوي. وبعدها بنعرف إن في عملية كبيرة هتتعمل ورا السجن، وعلشان كده الحراس مش هيعملوا دوريات لمدة شهر قدام. وده طبعا خبر حلو جدا للمسجون اللي لسه ما خلصش الحفر. بعد ما الحراس بيمشوا بنكتشف إن الراجل اللي كان نايم في الزنزانة التانية كان بيمثل، وده علشان يخلي الحراس يتكلموا قدامه براحتهم. ومن هنا بيكملوا حفر في النفق، وبما إن السجن مبني على جزيرة هدفهم إنهم يحفروا ناحية البحر علشان لما يهربوا يعوموا على طول بعيد عن الحراس. بس للأسف الكاهن اللي بيحفر بقاله 14 سنة بيكتشف إنه كان بيحفر في الاتجاه الغلط، فبيضطروا يغيروا الاتجاه ويبدأوا من جديد. ومن هنا بيبدأوا يحفروا نص متر في اليوم، يعني هياخدوا حوالي 10 سنين. وأثناء كلامهم عن التربة بيجي الحارس فجأة يوصل الأكل، فالراجل بيتخبى بسرعة وبرجع زنزانته. وبعد شوية تفكير بيجيله فكرة ذكية، بياخد طبق الأكل ويكسره وبيقول للحارس إنه اتكسر بالغلط، فالحارس بيبدله له بسرعة. وبالطريقة دي يقدروا يحفروا أسرع باستخدام الأطباق. بس في يوم الراجل بيبدأ يحفر، وفجأة مدخل النفق بينهار عليه والصخور بتقع. الكاهن بيسمع الصوت وبيجري يساعده، بيحفر بسرعة رغم صعوبة الموقف وبينقذه في اللحظة الأخيرة. وبيتفاجئوا إنهم بقوا زي الأب وابنه من كتر ما قضوا سنين مع بعض. وبنعرف كمان إن الكاهن كل يوم بيعلم الراجل حاجة جديدة، ولما بيسأله عن سبب سجنه بنكتشف إن صاحبه هو اللي لفق له التهمة وسرق مراته، وعلشان كده هو ناوي ينتقم. وفي يوم الراجل وهو بياكل بيسمع صوت الكاهن بينادي عليه، فبيروح له وبيلاقيه مش قادر يتنفس، وبيبان إنه هيموت بسبب كتمة من التراب اللي اتسفى. ساعتها الكاهن بيوصيه يفتح طوبة مكسورة في الحيطة ويطلع ورقة فيها خريطة كنز، وبيقول له إنه زمان كان الكونت ستيوارت واتسجن ظلم علشان ياخدوا كنزه، بس هو خباه كويس ودلوقتي بيسلمه سره وبيطلب منه يدور على الكنز بعد ما يخرج. تاني يوم الراجل بيسمع صوت رجل الحراس، ولما بيبص من الفتحة بيعرف إن الكاهن مات. المأمور بيأمر إنهم يرموا جثته في البحر، لكن الراجل بيدخل النفق وبيبدل نفسه بجثة الكاهن. بيقص شعره وبيحط شعر مستعار على راس الكاهن ويغطيه كويس. وفعلا الحراس بيجوا ياخدوا الجثة من غير ما يفتشوها، بيشدوها للسطح، بيربطوها بأوزان ويرموها في البحر. تحت المية الراجل بيقطع الكيس اللي ملفوف فيه ويطفو لفوق، بياخد نفسه ويقطع الكرة الحديد من جسمه ويبدأ يعوم. في نفس الوقت الحارس بيوصل الأكل لزنزانته وبيفتكر إنه نايم، لكن لما بيكشف الغطا بيلاقي الكاهن، فبينادي للمأمور والكل بيكتشف الهروب. لكن الراجل خلاص وصل للشط وبدأ الجزء الأصعب، الانتقام. أول حاجة بيعملها إنه بيغير هدومه، بيسرق لبس من مزرعة، ولما بيبص في المراية بيتصدم من شكله بعد 15 سنة. شكله بقى شبه المتشردين. بيرجع بلدهم وبيكتشف إن أبوه مات من زمان. بيروح المدافن والكاهن هناك بيقولوا إن أبوه مات من الزعل عليه، وبيلاقي قبر عليه اسمه جنب أبوه، وبيفهم إن الناس افتكروا إنه مات. بيروح يدور على مراته ويعرف إنها اتجوزت وراحت باريس. وهو ماشي بيشوف حراس ماشيين بمسجون، فبيستخبى، لكن فجأة المسجون بيجري عليه فبيساعده يهرب. ومن وقتها المسجون بيفضل ماشي وراه. بيعرف منه إنه بحار بيشتغل في التهريب وسفينته لسه على المينا. وهنا بنعرف إن الراجل زمان كان قبطان سفينة، فبياخده وبيروحوا يدوروا على السفينة، وبيقرروا يروحوا لجزيرة مونتي كريستو، وهناك في عاصفة فظيعة فبيروحوا يقضوا الليلة في القصر. بس الحقيقة إن الراجل كان جاي يدور على الكنز، بيمثل إنه بيصطاد وبيطلع الخريطة ويفضل يدور، بس مش بيلاقي حاجة. وهو راجع بيشوف صخرتين كبار شبه البوابة وبيحفظ مكانهم. بيرجع تاني بيدور تحتهم وفعلا بيلقى مدخل مخفي، وبيوصل للكنز اللي مليان ذهب ومجوهرات، وبيفهم إن الثروة دي هي اللي هتخليها يحقق انتقامه. بعد كام يوم بيتحول للكونت وبيبدأ خطته. بيروح الكنيسة يعترف، وبعدها بيبعت هدية للبحار، سفينتين و3 شقق، وبيشغله معاه. وبيبدأ أول خطوة
يبعت فلوس لأصحاب المزرعة اللي خد منها الهدوم، وبيحكي لصاحبه أرثر اللي كان المسجون كل اللي حصل، وأرثر بيوافق يساعده. بيروح يدور على فيل فورت اللي حبسه، وبيلاقيه بقى المدعي العام في باريس. بيروح أوضة السجلات وبيطلب ملفه، وبيقول إنه صحفي بيكتب عن المساجين السياسيين. الموظف في الأول بيرفض، بس أول ما بيسمع اسم فيل فورت بيخاف ويديله الملف. بيفتح الملف وبيلاقي الرسالة اللي اتسببت في سجنه مش موقعة، ومكتوب فيها اسم بار. بيروح يدور على صاحب البار وبيلاقيه فتح فندق، ولما بيشوفه مش بيعرفه، لكن لما بيقرأ الرسالة بيتصدم وبيعرفه. بيقوله إنه ما كانش يعرف محتواها، بس وصلها بس، وإن دانجلارز وفرناندو هما اللي كتبوا الرسالة وهددوه. وبيقوله كمان إنه بعد ما الراجل اختفى هو اللي كان بياخد باله من أبوه، ومن هنا بيبدأ انتقامه الحقيقي. أول ما الراجل بيعرف إن دانجلارز وفرناندو هما السبب في سجنه بيجلي من جواه، خصوصا لما بيعرف إن دانجلارز عمل كده علشان ياخد منصبه في شركة السفن، وفرناند علشان يخطف خطيبته. واللي صدمه أكتر إن مرسيدس خطيبته مش بس اتجوزت فرناند، لأ، دي كمان هي اللي جهزت مقابر ليه هو وأبوه كأنهم ماتوا فعلا. فبيحتار، مش قادر يصدق إنهم عملوا كده بسرعة كده بعد ما اختفى. بعدها بيرجع البار وبيطلب من صاحب الفندق إنه ينضم له في خطته للانتقام، والراجل بيوافق فورا وبيقول له إن دانجلرز بقى موظف كبير في بنك، أما فرناند فدخل السياسة واخد لقب الكونت السنة اللي فاتت. ومن هنا أدومند بيبدأ الانتقام بذكاء وهدوء. أول هدف هو دانجلرز، بيروح يقابله بشخصية الكونت مونتي كريستو، وبيقولوا إنه معاه مشروع استثماري ب10 مليون دولار، وعايز 5 مليون كاش يضخهم الأول. دانجلرز بيوافق من غير تردد، وهنا بيبدأ الجزء التاني من الخطة. بيروح برج التلجراف وبيحط منوم في شاي العامل، وبيدخل لوحده يبعت رسالة مزيفة تفيد إن في مشاكل اقتصادية ضخمة في أسبانيا. المحطة التانية بترد على الرسالة، والعامل لما يصحى يفتكر إنه كان شارب كتير وخلاص. لما دانجلرز تصله الأخبار بيصدقها وبيبيع التأمينات بسرعة علشان يلحق نفسه. وفي اللحظة دي أدومند بيرجع له وبيسأله لو معاه تأمينات، ولما بيعرف إنه باعها بيبتسم، لأن أول خطوة في إفلاسه نجحت. بعدها بيسرب معلومات لصحفي عن كل الجرائم اللي دانجلرز عملها، من غسيل أموال واستغلال نفوذ وصفقات مشبوهة شاركت فيها مراته كمان. الصحيفة بتفضحه والبوليس بيقبض عليه وبيتسجن. وهو في الزنزانة بتوصله رسالة فيها نفس الرسالة اللي هو كتبها زمان واتسببت في سجن أدومند. وفجأة بيفهم إن كونت مونتي كريستو هو أدومند اللي رجع. وكمان بيلاقي رسالة تانية فيها شماتة من أدومند، وبيفهم إن نهايته جات. الخطوة اللي بعدها هي فيلفورت. أدومند بيكتشف إن فيلفورت كان على علاقة سرية بزوجة دانجلرز وخلف منها طفل، ولما خاف من الفضيحة دفن الطفل وهو لسه عايش. بس خدامة شافت كل ده وأنقذت الطفل وربته، وبعد ما كبر هي والخدامة بيرفعوا عليه قضية. سمعته بتدمر تماما، والمحكمة بتقبض عليه وبيتحبس هو كمان. وأخيرا بيجي دور فرناند اللي بيمثل أكبر خيانة، لأنه مش بس حبسه، ده سرق خطيبته كمان، وبيجهز له خطة جهنمية. بعد كام يوم مرسيدس بتستلم هدية غريبة، حلق دهب جميل من الكونت مونتي كريستو، وبتلبسه. لما فرناند يشوفه بيسألها، فبتقوله إنه هدية من الكونت. بيتجنن من الغيرة وبيضربها، لأنه أصلا عارف إنها مش بتحبه، خصوصا بعد ما اكتشف إنها عارفة إنه بيخونها بس ساكتة علشان ابنها. مرسيدس بتروح تقابل الكونت، وأول ما بتشوفه بتحاول تخبي وشها، لكنه بيلاحظ الكدمة على خدها وبتسأله عمرك حبيت قبل كده؟ فبيجاوبها بطريقة تخليها تتأكد ده أدومند. وبيطلع ساعة من جيبه كانت هي اديتها له زمان، ولما بتشوفها بتنهار، لأنها ما كانتش تتخيل إنه يحتفظ بيها كل السنين دي. بيكون وقتها أدومند جمع أدلة خيانة فرناند، وبيعرف إنه في شبابه خان بلده وتعاون مع العدو علشان ياخد صندوقين ذهب مقابل إنه يقتل قائد اسمه باشع اللي بلغ عنه وقتها كان صاحب البار، واللي أنقذ الطفل اللي دفنه هو فيلفورت. بيبدأ التحقيق والمحاكمة، وفرناند بينكر كل حاجة، لكن بنت باشع بتدخل القاعة وبتقدم دليل الإدانة وعليه إمضته. فرناند بيخرج من المحكمة مهزومة. أدومند كده يكون خلص انتقامه من التلاتة اللي دمروا حياته. بيرجع الكنيسة ويبص على قبر أبوه وبيفكر
الثروة والانتقام ما رجعوش اللي راح. باباه مات من غير ما يشوفه، وهو نفسه كبر في السن وما قدرش يعيش شبابه زي باقي الناس. وابنه كمان ما كانش معاه. بيروح تاني جزيرة مونتي كريستو، وهناك بيلاقي مرسيدس مستنياه. بيقفوا سوا يبصوا على السجن اللي قضى فيه 15 سنة، وبيفتكر الكاهن اللي علمه كل حاجة، وعلمه كمان جملة عمرك ما تنساها: اللي ناوي ينتقم لازم يحفر قبرين مش قبر واحد. بيقولها لمرسيدس، وبيقولها إنه ناوي يسيب باريس، لكن مرسيدس ما بتردش. كل اللي بتعمله إنها تمسك إيده. وهنا بتنتهي قصة كونت مونتي كريستو بعد رحلة طويلة من الظلم، السجن، الانتقام والمغفرة. ودول كانوا كل أحداث فيلمنا النهاردة. رحلة انتقام طويلة مليانة وجع وخيانة، بس في الآخر العدالة خدت حقها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الملخصات الجديدة أول بأول. ولو في فيلم نفسك نلخصه سيبه في الكومنتات، واحنا هنجيب لك القصة كلها من أول مشهد لآخر دقيقة. استنونا في فيديوهات جاية على قناة ريكاب تريكس، اللي دايما بنحكي لك فيها الحكاية زي ما بتحب تسمعها. سلام.